أحدثكم كيف انتظم الحياة كلها. انظروا معي. أول ما تقوم من نومك وتفتح عينيك تقول الحمد لله. كان عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ويشو صفاه بالسواك ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض. ثم يتوجه المسلم إلى الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ فذكر الله عند بداية الوضوء واجب عند ذكره. يعني الحمد لله العلماء لهم كلام طويل فيه. الصحيح منه أنه واجب إذا ذكرته. إذا ذكرته في أول وضوء قل بسم الله. إذا ذكرت في منتصف الوضوء قل بسم الله. إذا انتهيت ولم تذكر الله المستعان فاتت عليك وليس عليك إثم، وضوءك صحيح. لكن بعد أن ينتهي من وضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. باب من أبواب المغفرة. ثم تلبس ثوبك وتنزل بسم الله تلبسه مسميا لله، ثم تخرج من الباب. هذه مهمة. فإذا خرجت من الباب عند الباب رايتان، راية ملك وراية شيطان ينتظرانك عند الباب. فإذا خرجت فقلت بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الشياطين لا طاقة لكم به والتفت حولك الملائكة. احمي نفسك بذكر الله. نحن اليوم نسمع اللي جاءتهم الشياطين والنفوس المدري ايه يا أخي الموسيقى في الصباح والمساء تقدح على رؤوسهم ويقولوا ما تجي شياطين. تدخل الموسيقى مع الشيطان، الشيطان مع الموسيقى. ولما نقول لهم يا ناس اتقوا الله في أنفسكم. فالشاهد في الأمر ثم إذا خرجت إلى المسجد تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. وإذا دخلت المسجد قدمت رجلك اليمنى ودعوت دعاء دخول المسجد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت قل بسم الله اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. فالمهم أن الذكر يلازمك. إذا ركبت سيارتك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فإذا رأيت شيئا حسنا ذكرت الله، وإذا رأيت شيئا سيئا حمدت الله. فالشاهد ينتظم عليك حياتك كلها. يا إخواني تذهب إلى زملائك فأول شيء تفعل تسلم عليهم. إذا تجد نفسك بأن ذكر الله لازمك في كل أحوالك. إذا بدأت طعامك قلت بسم الله، وإذا انتهيت من الطعام شكرت الله، وهكذا. فالذكر ينتظم حياتك من أولها إلى آخرها ليكون القلب مرتبطا بالله كما قلت لكم في أول هذه الجلسة إن ذلك هو دليل المحبة لله. والمحبة لله تحقيق عملي لمدلول لا إله إلا الله، وليس مجرد الحب الذي فيه عاطفة، ولكنه حب الاتباع والسير خلف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أقول كلمة مهمة يا أحبابي، وهي أن الذكر عبادة، وأن العبادة إنما تستقى وتتلقى من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نذكر الله كما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم، ونعبد الله كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بمثل ما تقرب به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن هديه أولى أو أفضل من هدي رسول الله قلنا له اذهب فأنت تراب وكل الذي فوق التراب تراب. نحن إنما قدوتنا وسيرنا واهتداؤنا واقتداؤنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. بقي بعد ذلك مسألتان مهمتان أخيرتان
أولاهما مسألة الرقية الشرعية. نحن لا ننكر أن الرقية الشرعية باب من أبواب الخير والهدى، ولكن علينا لأن الرقية عبادة أن نلتزم فيها بمنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج الراقي عن منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن زاد وصفا أو شكلا أو هيئة أو تصرفا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرج بنا من السنة إلى البدعة، والبدعة إذا فشت في الأمة أهلكتها. نحن نقول نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام رقى الحسن والحسين، لا إشكال في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لا إشكال في ذلك، لكن يجب أن يكون ذلك على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خرج عن شيء منه فقد خرج عن جادة الصواب. والأمر الثاني، لا تنسوا أذكار الصباح والمساء، وليجعل كل واحد منكم له ذكرا يتقرب به إلى الله، وليجعل من قراءته لكتاب الله عز وجل حصنا يحتمي به بأمر الله في هذه الدنيا، يحميه الله عز وجل من شياطين الإنس والجن وزيغ القلب وضلال الهوى. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم عصمة تجعلنا نسير على محبته وهديه وطاعته وذكره وشكره. اللهم اهدنا بهداك واستعملنا في رضاك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم دلنا على الحق وأعنا عليه. اللهم ثبتنا على ذلك ما حيينا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين الذين يشكرونك حق شكرك ويذكرونك حق ذكرك يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين ومن الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا يا رب، وأحينا ما دامت الدنيا خيرا لنا في عاجل أمرنا وآجله، واخرجنا إليك إن كان غير ذلك. وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في أعلى جنات الخلد، نحن وأنتم وأولادنا وأولادكم وأزواجنا وأزواجكم وجيراننا وجيرانكم وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.